وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وكلكم طيبين وبخير يا رب، وتعود عليكم الأيام بخير يا رب. معلش ما كنتش بنزل لكم فيديو الفترة اللي فاتت، كنت تعبانة شوية بس الحمد لله بقيت أحسن. وحشتوني جدا. متنسوش بقى تعملوا لي لايك وتعملوا لي اشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ايه رأيكم بقى؟ هعمل لكم لازانيا تحفة بجد يا جماعة، جربوها. اللي ما جربش اللازانيا دي فايته كتير قوي. يلا بينا نبدأ، بسم الله، ونشوف عملناها ازاي. اولا هجيب معايا عشان نعصج اللحمة، هنجيب معايا طاسة على النار واحط فيها معلقة سمنة وحبة زيت واقلبها. انا دايما بعمل الاكل بميكس سمنة وزيت مع بعض عشان الاكل ميبقاش تقيل، وبرده الزيت بيبقى خفيف برده شوية، وفي الاخر بيدينا طعم حلو. اجيب معايا بصلتين كده حلوين، واكون مقطعهم او افرمهم في المفرمة في الكبة زي ما تحبي يعني. بس واقلبهم بقى كده شوية. انا مهديه النار عليها مش معليه، بس الطاسه كانت سخنه شويه. بس انا مهديه النار، اقلب بقى البصله شويه، وبعد كده معايا ربع كيلو لحمه مفرومه. انت عايزه تعملي بنص، عايزه تعمليها بالفراخ زي ما تحبي، بس انا عشان كان على قد المقدار اللي عندي فعملتها بربع لحمه مفرومه بس اعصج بقى اللحمه شويه، افضل ايدي فيها كده اقلبها وافك اللحمه من بعضيها تمام لغايه ما تفك معايا. في ناس بتحط اللحمه الاول واول ما تفك تقلب عليها البصله، وفينا انا مثلا بعملها كده او كده، في تلك الحالات بتبقى حلوه يعني ما بتبقاش وحشه. المهم ان احنا ما ندبلش البصل قوي، نخليه كده ايه، بس اول ما يتحط على البوتاجاز ياخد تقليبتين وبعد كده ننزل عليه باللحمه دي. معايا البهارات بتاعتي ملح وفلفل اسمر وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وبهارات لحمه تمام. دي البهارات بتاعتي اللي بحطها في اي لحمه على الصوب. اقلبهم بقى كده كويس. البهارات دي بتدي اللحمه طعم حلو جدا. ممكن لو ما عندكيش بهارات لحمه تمام مفيش مشكله، البهارات التانية هتغنيكي عن الكلام ده. بس معايا بقى هنا فصين توم كنت تفرموهم، هقلبهم بقى كده شويه. انا عامه اللحمه المفرومه مش دايما بحط لها توم، في الجلاش بس اللي بحط لها فصين توم، انما في المكرونه البشاميل لا مش بحط لها. بس هي هنا في اللازانيا انا حطيت لها وطلعت جميله جدا. بس معايا قرن فلفل احمر واخضر حامي او زي ما تحبي، واقلبهم شويه. معايا معلقتين صلصه اللي هي الصلصه المعلبه دي، احط معلقتين بتديني برضو حمار حلو. وهنا بقى معايا بتاع 5 6 طماطميات كده، افرم اعملهم في الخلاط واقلبهم بقى عليه. بس انا كده بقى كنت سبتها معليه بقى النار عادي. اول ما ابتدت تاخد غلوتين خلاص انا هطفي عنها، انا عايزاها بالصوص اللي فيها دي كده تبقى عامله زي الميه كده، انا عاوزاها كده عشان خاطر الصوص ده هو اللي هيسوي معايا اللازانيا، لان احنا طبعا اللازانيا بتاعتنا مش سلقينها. بس كده خلصنا اللحمه وركناها على جنب وظبطنا الملح بتاعها، وشوفي الملح بتاعها لو محتاج حطيله تمام. هنا بقى معايا عشان نعمل صوص البشاميل، معايا 4 معالق سمنه، هياخد قصادهم 4 معالق دقيق. انا هنا حطيت بتاع 3 معالق ونص سمنه وحبه زيت تمام، و4 معالق دقيق، لكل معلقه سمنه بتاخد قصادها معلقه دقيق تمام. هقلبهم بقى كده شويه ايدي في البشاميل، بس طبعا مش معليه النار عليه. اول ما يبتدي بصوا شايفينه بيغلي كده خلاص، هي بتقعد له بتاع 5 دقايق كده على النار، افضل اقلب فيه وخلاص كده. اول ما الاقيه عمل كده قعد يعمل زي بقليل كده معايا ويعمل فوم، خلاص هو كده البشاميل الدقيق استوى. بس معايا هنا لتر لبن كنت غلياه وسايباه على جنب يبرد خالص. ما تحطوش يا جماعه البشاميل، ما تحطوش الدقيق يكون سخن وتحطوا عليه لبن سخن، او لو بتعملوا مكرونه بشاميل او حاجه او شوربه سخنه لا هيكلكع معاكي على طول تمام. انا هنا بغلي اللبن وبسيبه يبرد خالص وبنزل بيه على الدقيق على طول. اول ما خلاص احس ان انا سبت الدقيق شويه يبتدي يستوي معايا، بس افضل بقى اقلبه، احط له ملح وفلفل اسمر واظبط الملح بتاعه تمام ماشي. ومهديه برضو النار عليه وافضل اقلبه لان البشاميل هيتقل معايا على طول ومش عايزاه يكلكع مني. شايفينه هو خلاص كده بيغلي ومش هيتقل تاني عن الغليان التقل اللي هو وصل ليه بعد ما يغلي. هو كده استحاله يتقل معاكي تاني تمام. فخلاص كده انا هطفي عليه، وانا عاوزاه خفيف مش عاوزاه تقيل. خلاص تمام كده البشاميل اللي بقى معايا حلو جدا وطعمه جميل. انا ظبطته بملح وفلفل بس ما حطيتلوش اي حاجه تاني. بس هنا بقى واركنه بقى على جنب. هنا بقى معايا اللازانيا، انا كنت جايباها الملكه في انواع كتير. يا ريت لما تيجي تجيبيها اقري على التعليمات بتاعتها، لان في لازانيا بتحتاج ان انت تسلقيها نص سلقه تمام. فالملكه ما كانتش محتاجه فعشان كده انا ما سلقتهاش. اجيب بقى معايا صينيه واحط فيها بشاميل من تحت كويس ماشي، لان يا جماعه البشاميل والصوص اللي في اللحمه هو ده اللي هيسوي لي المكرونه، لان هي طبعا مش مستويه، هيسوي لي اللازانيا اسفه.
تمام. هرصها بقى كده كويس، واحاول ان انا ما احطش طبقات على بعضها، احاول ارصها كويس في الصينيه. تمام. ارص طبقه الاول البشاميل، وبعد كده طبقه لازانيا، وبعد كده طبقه لحمه. تمام. احنا هناخدها طبقات، يعني هي تاخد معايا 4 طبقات لازانيا، وبين كل طبقه وطبقه انتوا هتشوفوا عشان ما تلخبطوش. متنسوش تصلوا على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، الاولين والاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين، عليه افضل الصلاه والسلام. بس كده معايا حطيت الاول لازانيا، حطيت بشاميل وطبقه لازانيا وطبقه لحمه مفرومه، وحبيت بشاميل عليها من فوق كده مع اللحمه. انا عايزه كله يبقى فيه صوص في قلب بعضه. وبعد كده بقى رصت معايا اللازانيا. تمام. احاول الحتت اللي في الحروف دي مفيش مشكله، كسريها وحطي على قدها، مش هيبقى فيها اي مشكله. بس ما تحطيش 2 كبار على بعض، هيعملوا طبقات مش هتستوي معاكي. احنا عايزين نعمل بين كل طبقه لازانيا ولازانيا فاصل من اللحمه والبشاميل عشان يخليها تستوي معايا. تمام. احنا كده ماشيين واحده واحده مع بعضينا عشان ما تتلخبطوش. نرجع نعيد من تاني. هنحط طبقه لحمه. تمام. وبعد طبقه اللحمه هنحط حبه بشاميل من فوق، يعني ما حاولي ما تكتريش، لان انت كده كده حطاها 4 طبقات، يعني هتحطيها طبقات على بعضها. تمام، فاهمين؟ يعني مش هتحسي ان هي ما فيهاش لحمه، لا هتبقى فيها لحمه كويس لان هي طبقات بس. واحط عليها حبه بشاميل من فوق تاني. بس اعمل كده البشاميل اقلبه مع اللحمه كده عشان ايه، يعني كله يبقى في قلب بعضه، لان هي طبيعي كلها مع بعضيها. بس ارجع بقى ارص اللازانيا تاني. هي عامه العبوه العلبه دي خدت معايا الصينيه دي زي ما هي، يا دوبك جت على القد بالظبط. دي بصوا انا مقستش الصينيه بصراحه، بس دي صينيه الوسط يعني، ولا الكبيره ولا الصغيره، دي صينيه الوسط وجت حلوه معايا. تمام. هحط بقى اخر حاجه اللحمه، اخر حبه دول انا هحطهم كلهم، لانه خلاص الطبقه الاخيره دي هعملها طبقه اللازانيا وفوقها طبقه البشاميل وخلاص. بس كانت حلوه جدا جدا يعني بصراحه، اكله حلوه جدا وسريعه، ما خدتش وقت معايا خالص، واستوت. يعني انا هتبصوا ما شاء الله، يعني انا عملتها ما كملتش في ايدي نص ساعه، وحطيتها في الفرن خدت سوا ساعه الا ربع. فاللي هو الموضوع سهل يا جماعه، يعني انا وانا واقفه في المطبخ بعمل شويه حاجات بعملها، عملتها حطيتها في الفرن، وعلى ما خلصت اللي ورايا ونضفت مطبخي وبتاع كانت هي استوت وخلاص. بس كانت حلوه جدا جدا يعني، جربوها بجد. اللي ما جربش اللازانيا دي فايته كتير قوي والله العظيم. جربوها بنفس الطريقه وهتعجبكم جدا جدا يعني. بس هنا خلاص انا كنت حطيت اللحمه والبشاميل وخلاص، دي كانت اخر طبقه من اللازانيا معايا. خلاص هي دوبك العلبه كانت على قد الصينيه. بس هحط بقى البشاميل افضيه كله. البشاميل طبعا تقل شويه عن الاول معايا، لان هو طبعا كل ما بيبرد بيتقل معايا شويه. بس هو ال4 معالق سمنه وال4 معالق دقيق مظبوطين جدا على لتر لبن يا دوبك يعني. ده المعيار المظبوط، لو زودتوا دقيق شويه البشاميل هيتقل معاكم. ممكن بقى لو عايزين تزودوا حبة شوربة، بس انا مش بنصح فيها في اللازانيا يعني. هي المكرونة البشاميل بس اللي ساعات ممكن احط لها في البشاميل، لو كبيرة شوية احط لها شوية شوربة مع اللبن. بس هنا هي خدت معايا ساعة الا ربع سوا، على درجة حرارة 200 او 220 على حسب الفرن بتاعك. تمام. هنا خدت معايا نص ساعة، حطيتها مرضتش طبعا احط لها الجبن دلوقتي عشان ما تاخدش وش على طول وهي لسه ما استوتش. حطيت معايا بقى، خدت نص ساعة وبعد كده طلعتها كانت خلاص دخلت في السوا. حطيت بقى الجبنه الرومي المبشوره، وحطيت الجبنه الموتزاريلا، وحطيتها بقى اخر ربع ساعه. بعد ما حطيت الجبن دي سبتها ربع ساعه كمان، يعني في التوتال كله خدت ساعه الا ربع. نص ساعه الاول وبعد كده ربع ساعه تاني بعد ما حطيت الجبن بس. وسبتها بقى وحطيتها في الفرن. طلعت معايا اللهم بارك زي ما انتم ما شايفين، كانت حلوه جدا، وانا بصراحه اتبسطت بالنتيجه بتاعتها جدا، وعجبت جوزي جدا وولادي. وقلنا بصراحه يعني مش هنبطل نجيب اللازانيا بعد كده من حلاوتها يعني. حلوه جدا يا جماعه، ولو عملتوها برضو بشاورما الفراخ برضو هتبقى حلوه جدا. بس قطعتها بقى معايا، بصوا بقى كلها سايحه بقى في قلب بعضيها، الصوص كده البشاميل مع الجبن. لا كانت فظيعه بجد، جربوها يعني. انا مش هفضل اقول لكم هي حلوه ازاي الا لما تجربوها وانتم بنفسكم هتعرفوا ان هي حلوه. بس انا عملت بقى معاهم بطاطس محمره ومخلل كده حطيته، مش محتاجه يعني تعملي معاها اكل كتير لان هي اصلا اوريدي هتشبعك وحلوه. بصوا بقى ما شاء الله كانت مستويه جدا، المكرونه كانت مستويه،
والجبنة بقى ايه فظيعة، بصوا بتمط ازاي مع صوص البشاميل. لا كانت حلوة جدا بجد، جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا وتعجب اولادكم. بس وهنا بقى انا قدمتها مع بطاطس محمرة ومخلل، جربوها وان شاء الله تعجبكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.